بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أحبتي في الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال دايما يا رب. جايلكم النهارده في فيديو جديد، وصفة جديدة. عايزة اقولك كده بقى ايه سمك المكريل اعمليه كده بايه. اقولك كده تعمليه بوصفتين الاتنين كده سهلين، ووصفتين الاتنين احلى من بعض. يعني ايه الناس اللي بتحب الحاجة من غير زيت، والناس اللي بتحب الحاجة مقلية والحاجة بالزيت وكده. نسمي الله كده ونصلي على رسول الله. طبعا سمك الماكريل بيقولوا ان فيه اشاعة عليه كده الايام دي، بيبقى فيه يعني اشعاع ومش عارفه ايه وكده جاي من بره. فانت بتعرفي السمكه، تجيبي السمك اللي هي الايه، السمك اللي هي لونها بيلمع كده، السمكه المزرقه، تعرف اللي هي السمكه دي حلوه، تحط لك عليها كده مبقاش فيها عليها خضار ولا كلام من ده، تعرف ان السمكه بتاعتك دي الطبيعه. انا بعمل كده، بكون غاسله الحوض الاول كويس يا جماعه بالبريل طبعا الحوض ما بغسلش فيه بس غير حاجات اللي هي الايه، حاجات الاكل، بغسلش فيه اي حاجه تانية. فعشان كده الحوض بتاعي بيبقى نظيف وكده. فانا عادي بستعمل يعني قبل ما اعمل فيه حاجه اكل وكده بكون غسلاه كويس قوي بالليفه ومنضفاه. زي ما انتم شايفين كده السمك الماكريل بتاعنا ايه، تجيبيه بيبقى فيه منه اصلي وفيه منه غير اصلي. تعرفي الاصليه تحس ان هي الايه، تلاقي اللون بتاعها يعني ايه داكن كده وغامق. اما الغير اصليه تعرفيها اللي بتبقى بهتانه كده، ولونها مش ايه، مش الخطوط بتاعتها ما بتبقاش واضحه زي اللي انت شايفاها دي. طبعا تنظيفه بيبقى سهل جدا، مبيبقاش زي الايه، مبيبقاش فيه خياشيم، وقصدي مبيبقاش فيه قشور زي البولت والبوري والحاجات اللي زي دي. ده بيبقى جاي من المالح، بيبقى نظيف جدا يا جماعه. بنجيبه بقى بيبقى جاي مجمد وجاي متلج وكده. فبننضفه بقى، بتنضفيه زي ما انت شايفه كده. ممكن تعملي فرشه تنضفي بيها السمك، بتخلي السمك من جوه نظيف جدا وابيض. تشيلي بقى الحاجه دي، يفضل ان انت تنضفيه وهو مجمد، هيبقى سهل عليكي، وفي نفس الوقت اللحمه بتاعته مش هتتفتل منك ولا هتتهرى وانت بتنضفيه. بالسكينه كده بنشيل الراس بتاعته. طبعا انتوا دلوقتي عرفتم انا هعمله ايه، هعمله سنجاري. بنفتح السمكة زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، بنفتحها من عند البطن بتاعتها، بنشيل البطن، بيكون نضيف زي ما بنقول. إيه لان سمك اللي هو الايه المية المالحة ما بيبقاش راعي، ما بيبقاش ايه زي الايه، زي سمك النيل والمزارع والبحيرات والحاجات اللي موجودة عندنا احنا هنا دي. تنظيفه بقى سهل جدا. بننضفه وبنفتح السمكة زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وبعد كده بقى بحط بقى في شوية مية وملح وليمون كده، ما بنحطش خل للسمك عشان ما يتهريش معانا. ونسيبه بقى شويه كده في الميه بتاعتنا، علشان ايه الزفاره بتاعته يتنقع من الزفاره بتاعته شويه. طبعا الاسماك دي بتبقى يعني ايه، بتبقى ريحه الزفاره فيها بتبقى قويه شويه، فبتسيبيه في الميه كده قيمه ساعه ولا حاجه. ونحط ميه وملح وبس وليمون، علشان ايه، عشان ننقعه من الزفاره اللي فيه. بنسيبه بقى يتنقع بقى شويه كده، وبنيجي بقى لايه، لبقيه الوصفه بتاعتنا النهارده. هنعمل جنب السمك شويه رز كده صياديه. فتجيبي بقى ايه بصل إيه. وطبعا احنا عشان نعمل رز صيادية بنحتاج ان احنا هنضحي النهارده ونحط ايه شويه بصل كتار كده في الكبه بتاعتنا. ممكن تعمليه على ايدك، بس يفضل ان بصل الرز بتاع الصياديه تعمليه في الكبه، علشان يبقى ايه، يبقى وسط كده، ما يبقاش ناعم قوي وما يبقاش خشن قوي، عشان يحمر معاكي بسرعه. وبنفرم شويه كده في الكبه زي ما انتم شايفين كده، بنخليه زي ما قلنا فرم وسط كده، ما بيبقاش ناعم عشان ما ينزلش الميه بتاعته اهو. بعد كده بقى بنجيب حله كده نحطها على النار، ونحط فيها البصل بتاعنا، ونحط بقى شويه سمنه بقى او زيت. يفضل تحطوا زيت في اللي هو الرز بتاع السمك بالذات، بيبقى حلو جدا. وبتحط بقى الايه الماده الدهنيه بتاعتك زي ما قلنا، وبتولعي النار، ايه بتسيبي البصل بتاعك لحد ما ايه، ما يحمر، يبقى لدرجه كده. طبعا لازم تبقى ايدك في قلب البصله كده وانتي بتقلبيه، علشان ما يحمرش لدرجه ان هو يسود، لا هو بياخد درجه البني كده يعني قبل المحروق كده بحاجه بسيطه. طبعا ايدك تبقى فيه زي ما قلنا، علشان البصله ما تسودش كده ويبقى فيها حتت سودا، وتيجي تبص تلاقيها عايمه على وش الرز بتاعك او على وش الميه بتاعه الرز، ويبقى شكلها كده ايه مش ظريف. طبعا بحط البهارات بتاعتي مع الايه، مع البصله. بحط شويه معلقه صغيره كده من الكزبره الناشفه، وشويه من الكمون، وشويه من الايه، من الشطه. دي البهارات اللي انا معتاداها. ممكن تحط كمان شويه من الايه، من السبع بهارات، او تحط شويه من بهارات السمك على الرز الصياديه، بيبقى جميل جدا برضو يا جماعه. او شويه بهارات مشكله كده. فلكن اللي احنا عارفينه، اللي انا معتاده عليه في البهارات بتاعتي، اللي هي خاصة المحشي وخاصة الرز الصيادية والسمك، اللي هو كمون والكزبرة والشط. وبكون طبعا بشرة جزرتين كده زي ما انتم شايفين. طبعا جزر الايام دي غالي، لو مش عايزة تحطي الخطوة دي، الخطوة دي اختياري، بس بتخلي الرز الصيادية بيبقى حلو جدا، وبتخلي طعمه كده ايه، يعني ايه طعمه وريحته حلوة، بيبقى لونه حلو برضه.
بنقلب بقى بنشوح كده بعد ما شوحنا البهارات بتاعتنا في قلب البصله، بننزل بالجزر زي ما قلنا وبنشوحه برده كده معاه تشويحتين قيمه دقيقتين بس كده. وبعد كده بنزل بالميه بتاعتي، الميه بتاعتي معيار الرز بتاعنا، الرز المصري بتاعنا كل كوبايه رز بتاخد لها كوبايه من الميه. وطبعا عشان حطينا شويه جزر بتقللي الميه شويه، يعني ايه تشيلي معلقه او معلقتين كده من الكوبايه علشان ايه الرز بتاعك يطلع مفلفل وما يطلعش معجن منك، ويبقى ايه حاجتك تبقى مظبوطه كده وكويسه. حطيت الميه بتاعتي وقلبت كله في بعضه كده بقى، ونغطي عليها ونسيبها كده ايه تغلي على النار. لازم الميه بتاعتنا تغلي علشان ايه لما نحط الرز بتاعنا يشتغل على طول. طبعا لو انت عامله كميه كبيره من الرز زي ما قلنا لازم تغليه في الخطوه دي بقى. ممكن ما تغليش الميه وممكن تغليها، ده باختياري، انما هتعملي حبه صغيرين ممكن تحط الميه والرز على طول وتعلي النار في الاول شويه كده، وبعد كده ايه لما الرز بتاعك يتشرب بتخلي النار وسط، وبعدها بشويه بتخلي النار بتاعتك تبقى هاديه، وبتقلبي طبعا تقلبتين كده ايه وهو شغال الرز بتاعك على النار بيستوى علشان ما يمسكش في الارضيه بتاعه الحله. وخاصه الرز اللي هو الاحمر يا جماعه، ورز الصياديه وبالذات الرز الاحمر اكتر لازم تقلبيه كام تقليبه كده، والميه فيه والشوربه بتاعته فيه علشان ايه علشان ما يشرش كده في ارضيه الحله ويمسك في ارضيه الحله، وتيجي تبص تلاقي الارضيه اللي تحت ايه اتحرقت واللي فوق زي ما هو. ونسيبه مع نفسه كده لحد ما يستوي. بنيجي بقى لايه للخلطه اللي هنعملها للسنجاري بتاعنا. بحط طاسه كده على النار وبكون مخرطه ايه بصلتين برضو كده ايه شرايح، وقرنين من الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر الحامي، لو عندك فلفل الوان حطي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. بقطعهم يعني ايه شرايح كده ايه نص تقطيعه كده، ما تحطيش الحاجه بحله، لا بنقطعها شرايح كده. بنسخن شويه الزيت بتوعنا، وبعد كده بنزل عليهم بالحاجات بتاعت اللي هي البصل اللي احنا والحاجات اللي احنا حطيناها دي، وبشوحهم كده ايه ادبلهم كده ايه في قلب الزيت بتاعنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طبعا النار بتاعتنا بعد ما الزيت بتاعنا يتقدح بننزل عليه بالحاجه بتاعتنا، وبنهدي النار بقى تبقى وسط كده علشان الحاجه بتاعتك ما تتلدعش وتتحرق منك. بنصلي على رسول الله كده واحنا شغالين، طبعا عطر لساننا كده بذكر الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد كده بقى بنحط البهارات بتاعتنا. طبعا بهارات السمك بتبقى يعني ايه زي ما قلنا برضو، تحطي شويه كمون شويه كزبره شويه شطه، حابه تحطي ايه بهارات من بهارات السمك حطي البهارات اللي انت عايزاه، بس احنا ما بنزيدش عن كده في البهارات بتاعتنا. طبعا الخطوه بتاعت البهارات دي انت ممكن تحطها مع البصل والايه والخضار اللي انا عملتهم دبلتهم او شوحتهم، وممكن تحطيها بعد الطماطم اللي انا حطيتها دي. انا ايه حطيت الطماطم بعد كده، يعني ايه شوحت البصل والخضار والفلفل الاول، وبعد كده حطيت الطماطم. برضوش احط الطماطم في الاول علشان ايه ادبل البصله والفلفل عشان الطماطم ما تنزلش ميتها وتبقى عامله معايا كده ايه زي الصلصه. وبعد كده حطيت البهارات زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده زي ما قلنا كزبره وكمون، اهم حاجه الكمون. كمون إيه يعني ايه اهم بهارات في السمك بالذات يا جماعه. عندك بهارات سمك بقى حط كمان شويه كده، والملح بتاعك بتحققي الماده الحاجه بتاعتك بقى على حسب الايه الكميه اللي انت عايزاها. انا كنت حاطه يعني ايه معلقه صغيره كده من الملح لاني مش مكتره الكميه بتاعت السنجاري بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده بعد ما الخلطه بتاعتي او الحاجه بتاعتي اللي انا عملتها استوت بقت بالشكل ده كده، بتحط بقى عليها ايه كام فص كده من التوم، بكون مخرطاهم طبعا وبنزل بيهم كده. ودول ايه عودين كده من الكزبره، طبعا انا كنت جايبه حزمتين من الكزبره كده، خدت منهم شويه وحطيتهم على الخلطه بتاعه السمك وسبت منهم شويه. هقول لكم الوقت هنعمل بهم ايه. يعني احنا حاطين دلوقتي بصل وفلفل، لو عندك بقى فلفل الوان حطي بصل فلفل احمر فلفل اخضر وطماطم وكزبره وتوم وبهارات، وشوحتهم في بعضهم كده على النار لحد ما استووا. نيجي بقى شويه ايه كزبره تانيين ومعلقه من هريسه الشطه ومعلقه من التوم، وزي ما قلنا برضو كمون وكزبره وشويه شطه صغيرين كده او حبه فلفل اسمر وشويه الملح بتوعنا، ونقلب الخلطه بتاعتنا دي. وده هنعمل به اللي هو الايه النوع التاني من السمك بتاعنا النهارده. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الجو الايام دي وحش خالص، الجو متقلب خالص، يعني حافظوا على نفسكم وحافظوا على اولادكم، لان الجو ايه كله امراض كده والجو كله عيا كده مش حلو. فنحافظ على اولادنا بالذات اللي هم بينزلوا يروحوا المدارس الصبح دول.
حطيت كده قطّعت كده بصلتين كده اللي هو السمك بيحب اللي هو السمك السنجاري، أي سمك عامةً يا جماعة بيحب يبقى بصل جنب منه كده، ولو عندِك سُمّاق حطي معلقة من اللي هو الإيه، بيبقى لونه أحمر كده، بيدّي طعم حلو للسمك، وممكن تحطي عليه شوية خل كمان زي ما أنتم شايفين كده. طب ما عندكيش خل ممكن تعصري ليمونة وحبة كمون وشوية ملح وتنقعيهم في قلب الإيه، في قلب البصلة دي هيطلّع الريحة بتاعتها، وأمّا تيجي تاكليه هيبقى مسكّر معاكِ كده وهيبقى طعمه حلو. طبعًا في الخطوة اللي أنتم شايفينها دي اللي معايا دي، أنا إيه كان المفروض إن أنتِ ما كانش عندي غير هي إيه ورقة واحدة بس كده من ورق الألمونيوم، وطبعًا ولادي ما كانوش موجودين في الوقت ده، كانوا في المدارس والدرس وكده، فعملت إيه زي ما أنتم شايفين كده. الصح إن أنتِ بتجيبي ورقة الألمونيوم وبتحطي عليها إيه ورقة زبدة علشان الأكل بتاعِك يبقى صحّي معاكِ وكده. فأنا بقى عملت بقى زي ما هو كده بقى المرّة دي بقى وخلاص كده. حطيت زي ما أنتم شايفين كده بنجيب السمكة بتاعتنا بتقلبيها على ضهرها، وتكوني دهناها نقطة من الزيت علشان السمكة بتاعتِك ما تلزقش في قلب الإيه، في قلب الورقة بتاعتِك، لو أنتِ هتعملي على السمكة مباشر على طول على الورقة كده. بس الأصح إن أنتِ تحطّي بقى إيه، تحطّي زي ما قُلنا ورقة زبدة تحت السمكة ما تبقاش مباشر منها للسمكة كده. وبنجيب الخلطة بالمعلقة بقى بعد ما السمك بتاعنا شطفناه طبعًا من المَيّة والملح والليمون عشان الزفارة اللي فيه، وبتغطّي بقى الإيه، السمكة بتاعتِك زي ما أنتم شايفين بالشكل ده كده، وبتدخّلي الفرن ما بياخدش وقت طويل في الفرن. السمك أي نوع من أنواع السمك يا جماعة بيستوي على طول، وخاصةً الخلطة بتاعتنا مستوية والسمكة مفرودة كده مقسومة نُصّين، فمش هتاخد وقت بالكتير ربع ساعة وهتلاقيها استوت معاكِ. بنيجي بقى للنوع التاني زي ما أنتم شايفين كده برضه أنا ما فتحته، يعني أنا فتحته نضّفته بس ما قسمتوش نُصّين كده، وهنجيب الخلطة اللي إحنا عملناها، طبعًا الرز بتاعنا على النار بيستوى، يعني إيه خلاص ما عادش حاجة. وبعد كده بقى إيه بتجيبي الخلطة بتاعتِك اللي إحنا عملناها دي، وبنحشي الخلطة السمكة بتاعتنا. هو يُفضّل إن أنتِ تحطي السمكة بالخلطة دي تسيبيها كده قيمة نُص ساعة والّا حاجة تاكل من التتبيلة بتاعتها دي، بيبقى طعمها حلو. بعد كده بقى بنجيب طاسة على النار كده ونحط فيها شوية زيت، ونجيب بقى معلقتين من الدقيق ومعلقة من النشا، نحط عليها حبة كمون وكزبرة وشوية شطة وشوية ملح شوية صغيرين كده، وتقلبيهم في الدقيق بتاعِك. وبتحطي بقى الإيه السمك بتاعِك بتحطيه في قلب الدقيق ده، ويكون الزيت بتاعنا سخن طبعًا. وبعد كده بقى إيه بتحطي بعد ما بتلتيه في الدقيق. ويُفضّل إن أنتِ لو هتعملي كمية سمك كبيرة، هتعملي كل مثلًا الأكلة كلها هتعمليه سمك مقلي زي ما أنتم شايفين بالشكل ده كده، بيكون عندِك بولة أو وعاية أو أي حاجة ويكون فيها مَيّة، وتطلّعيها من الدقيق وتحطيه في قلب المَيّة علشان إيه، ده بيخلّي الدقيق بتاعِك ما يتحرقش، وفي نفس الوقت بيحافظ على الدقيق بتاعِك يفضل معاكِ صافي ورائق كده مش محروق وقت طويل. إنما لو أنتِ هتعملي مثلًا سمكتين 3 بس كده طرحة واحدة بس كده، مش شرط إن أنتِ تحطي دقيق، هو أنتِ طبعًا بيبقى كده مقرمش وبيبقى حلو. أقول لِك على حاجة كمان لمّا تيجي تعمليها وأنتِ بتقلي السمك كده، بتجيبي قشرة الليمون، بتعصري الليمونة كده وتجيبي القشرة بتاعتها وترميها في قلب الزيت، بيمتص ريحة الزفارة وريحة الدخان، ما بيخلّيش ريحة الشقة طبعًا. أو تجيبي كده إيه حتة بصلة وترميها في قلب الزيت برضه، بيخلّي ريحة الزيت حلوة، بيمتص برضه ريحة الزفارة والحاجات اللي هي بتاعة السمك اللي بتبقى عاملة ريحة في قلب الشقة وأنتِ بتقلي السمك دي. وبنسيبه طبعًا السمك لازم يكون اتعمل في زيت سخن مقدوح. بعد كده بقى إيه، ما بيكونش غزير عشان السمك بتاعِك ما ينشفش، لو أنتِ عايزاه يبقى مقرمش كده وناشف، فبتخلّي الزيت بتاعِك يبقى من فوق ومن تحت على السمكة. الرز بتاعي استوى أهو ما شاء الله، وهدّيت عليه النار، وبعد ما كده بقى مفلفل كده وقلّبته طبعًا، تسيبيه بقى إيه قبل ما تغرفي الأكل بتاعِك، وتحطّي الأكل بتفتحي الحلة كده تسيبيه يطلّع البخار بتاعه علشان إيه، يبقى مفلفل كده، ما يبقاش البخار بتاعه كاتمه كده، ويبقى إيه تحسّي إن هو معجّن كده. اللهم صل على النبي كده السمك بتاعي اهو، بعد ما تلاقيه كده حسيت ان هو من الجنوب كده اخد لون، بتقلبيه بقى عندك بقى ايه مسكه للسمك او مقصوصه او اي حاجه من دي، بتقلبي السمك بتاعك على الجنبين لحد ما ياخد اللون التاني من السمك. وبعد كده بتكوني مجهزه بقى جنب الايه، جنب الطاسه بتاعتك كده طبق وفيه ورق من اللي هو ورق المطبخ، ورق المناديل طبعا، الحاجات اللي هي زي السمك المقلي والبطاطس المقليه والحاجات اللي هي بتطلع من الزيت دي، يفضل ان انت تطلعيها على ورق علشان ايه تمتص الايه الزيت اللي فيها. ونعصر عليه ليمونتين كده، وطبعا الليمون بيبقى ساعة الاكل ساعة التقديم،
وبعد كده بقى نكون طلعنا السمك بتاعنا اللي هو السمك السنجاري زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، ما خدش مني وقت طويل، جميل جدا مع شويه الرز بقى الصياديه وطبق سلطه، وكده نكون عملنا الاكله بتاعتنا النهارده. لو عجبكم الفيديو فضلا وليس امرا اعملوا لايك واشتراك وفعلوا معايا زر الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد من فيديوهات مطبخ ام عبد الله. استنوني فيديوهات جايه كتيره. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.